هتشوفوا تقولوا جبل عادي، لكن الحقيقه والغريب اني رايحه ازور قريه اتبنت جوه الجبل. الوصول للقريه ما كانش سهل بس كمان مش صعب. يعني انا مثلا نزلت وطلعت سلالم حوالي 400 متر وما كانش عندي اي مانع اعمل اكتر من كده. كل ده في سبيل اني افهم بس الناس اللي كانت عايشه هنا حياتهم كانت عامله ازاي. أنا رينات والنهاردة احنا في قرية السجرة. الأول بس تعالوا نشرب كوباية قهوة عماني واحكي لكم حكاية القرية. قرية السجرة قرية اتبنت جوه الجبل من 500 سنة، كان عايش فيها 6 عائلات وآخر عائلة طلعت منها سنة 2014. خافوا لماضي القرية يتنسي فقرروا يحافظوا عليه ويسيبوا لنا ذكرياتهم نعيش لو جزء بسيط منها. سابوا لنا المكان زي ما هو، ما غيروش فيه حاجة. يعني ده الجامع اللي كانوا كل أهل القرية بيجوا يصلوا فيه. إيه يا جماعة البساطة والجمال اللي كانوا زمان ده. وتخيلوا معايا كده، دي غرفة من غرف العائلات اللي كانت ساكنة هنا، ودلوقتي تقدروا انتوا كمان تحجزوا الغرفة دي وتعيشوا التجربة. مش عايزة اقول لكم الفيو عامل ازاي من الشباك. تعالوا بقى احكي لكم على حكايات لاول مره هتسمعوها عن اهل القريه. عشان القريه كانت بعيده عن اي مكان فيه خدمات، كانوا اهل القريه بيسافروا للرستاق لمده يومين بالحمار عشان يجيبوا اكل. طيب بلاش، تخيلوا الطلاب اللي كانوا موجودين في القريه كانوا بيروحوا مدارسهم ازاي ومفيش شوارع. مش هتتخيلوا بس انا هقول لكم. وقتها كانت الحكومه بتبعت لهم مساعدات زي طياره هليكوبتر كانت تيجي تاخدهم من فوق الجبل توصلهم بركه الموس عشان يروحوا مدرستهم، مدرسه السلطان قابوس. ما هو ما كانش ينفع حد ما يتعلمش. اخدتوني في الكلام ونسيت احكي لكم عن المنظر الجامد ده من فوق الجبل، ولا الجو والهواء اللي يرد الروح. لا وايه، عرفت ان الجو هنا حلو طول السنه. يعني انا هوريكم دلوقتي فيديو المفروض ان هو في الصيف. ايوه زي ما شفتوا كده بالظبط، ده كان الصيف. قالوا لي في الشتاء بس بيكون بارد. بقول لكم ايه، دي واحده من احلى التجارب اللي عشتها في عمري. انا محظوظه ان جيت المكان ده وشفته زي ما هو، ومبسوطه لاهل القريه ان وصل عدد الزوار ل 4816 ده لسنه 22 ولسه كمان وكمان.